واري، مساء الخير عليك. مساء الخير كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان. يلا احنا هنا في قلب نادي الزمالك، في قلب سرادق الانتخابي. في الوقت اللي بكلم حضرتك فيه ده يا كابتن خلاص كل اللجان الفرعيه سلمت صناديق التصويت للجنه الرئاسيه. اللجنه الرئاسيه اعلنت حاليا ان هتعلن النتيجه بعد وقت قليل جدا. طلبت كل انصار المرشحين المتواجدين ان مفيش اي حد يعلن النتائج وفقا للمؤشرات. هم قالوا هنعلن النتيجه الرسميه، ولكن في الوقت اللي بكلم حضرتك هي قائمه كابتن حسين لبيب بتحتفل في الوقت الحالي باقتراب الفوز بشكل رسمي. زي ما حضرتك قلت ان لسه منصب النائب الارقام قريبه، عشان كده هم بينتظروا الاعلان الرسمي عن منصب النائب تحديدا. ولكن الكابتن حسين لبيب خلاص الناس بتحتفل بيه، الراجل بيسلم على الاعضاء وعلى انصاره المتواجدين. اغلب اعضاء القائمه برضه متواجدين بيحتفلوا بفوزهم على الرغم من عدم اعلان النتيجه بشكل رسمي. لكن هم خلاص المؤشرات قالت ان يعني اغلب اعضاء القائمه فرقوا بشكل كبير جدا، عدا منصب النائب اللي هم بينتظروا الاعلان الرسمي من اللجنه. واللجنه في الوقت اللي انا كلمت حضرتك فيه بيقولوا ان هم خلاص بصدد الانتهاء من الفرز بشكل هل في حد بيعترض يا هواري على الاعلان بتاع النتائج او على طريقه الفرز او على المؤشرات اللي باينه في الانتخابات؟ هل في حد عمل مشاكل؟ لانه قريت 2 من الساده اللي كانوا مرشحين على المراكز الرئاسيه اعلنوا ان هم هيتقدموا بطعن في هذه الانتخابات. الكلام ده يا كابتن كان خلال سير العمليه الانتخابيه او التصويت. هناك بعض المرشحين اعلنوا ان هم هيفعلوا حتى من قبل النتيجه وهيقدموا طعون، ولكن من بعد انتهاء او غلق باب التصويت وبدايه الفرز ما كانش فيه اي مشاكل خالص، ما فيش اي اعتراضات على اي حاجه. حتى اللجان الفرعيه مارست عملها بشكل طبيعي جدا. في لجان خلصت بدري ما خدتش ساعه في الفرز، انا بتكلم كلجان فرعيه ما خلصت الفرز وارسلت الصناديق للجنه الرئيسيه. الامور هادئه جدا يا كابتن شوبير. لو حضرتك تتذكر الانتخابات سواء الدوره اللي فاتت او الدوره اللي قبلها كانت النتيجه ومؤشراتها ما بتظهرش قبل يعني او بعد منتصف الليل. لكن الانتخابات المره دي الامور اختلفت فيها لان الفرز كان اسهل، العمليه الانتخابيه كانت تمت يعني اقامتها بشكل اسهل من الدورات السابقه. عشان كده الامور كانت هاديه واللجنه الرئاسيه انتهت او طيب هواري قول لي يعني المؤشرات خلاص كابتن حسين لبيب، الاستاذ حسام المندوه، وباقي اعضاء قائمه الكابتن حسين لبيب اللي هم هاني شكري، حسين السيد، احمد سليمان، هاني بيرزي، عمرو ادهم، محمد طارق واحمد حسنين، ماهرة الاحمر ورامي نصوحي. طيب ماذا عن منصب نائب الرئيس؟ هل في نتائج نقدر نقولها ولا الامر صعب؟ لانه البعض بيقول انه ما زال الفرز وما زالت الفروق ضعيفه او بسيطه جدا. منصب نائب الرئيس تحديدا يا كابتن الارقام قريبه، يعني الصناديق حتى او اللجان الفرعيه اللي بنعرف ارقامها الارقام قريبه من بعض، فعشان كده مفيش حسم بشكل نهائي. يعني زي ما قلت لحضرتك من شويه ان هناك بعض المرشحين او مثلا كابتن حسين وبعض المرشحين سواء فوق السن او تحت السن معاه وايضا منصب امين الصندوق النائب حسام مندوق الحسيني احتفلوا. ولكن على العكس تماما الكابتن هشام نصر يعني هدوء تام، قاعد على كرسي منتظر الاعلان الرسمي. في نفس الوقت ايضا المنافس على المنصب الاستاذ هاني عسل المتواجد في الخيمه الانتخابيه برضه بينتظر الاعلان الرسمي. وده يدل تواجد الاثنين المرشحين يا كابتن ان لسه بلغه الكره في الملعب، يعني كل واحد لسه منتظر الاعلان الرسمي من اللجنه ومفيش اي بالنسبه له مؤشرات اعتمد ان هو فارس او المنافس بالنسبه له فارس. بشكرك يا هواري، شكرا جزيلا الزميل العزيز احمد الهواري على كل هذه التفاصيل.